اسمع، ما فيش طلوع من هنا ورايح. انا اللي هجيب كل حاجه. انت خربت بيتي. كل حاجه هات 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 هات. يوم 5 في الشهر مش بلاقي معي ولا جنيه. بس خلاص ما تقوليش حاجه تاني. انا هجيب لك طماطم وبصل وخيار وكل حاجه اللي انت عايزها هجيبها. ما تقوليش حاجه. طب يوه هعمل لك البيت وامشي انا. اقعد فيه براسك لوحدك. 500 جنيه 500 جنيه ده هشتري لها السوق كله. ده انا هجيب لها السوق كله ب جنيه ابدا بيه. السلام عليكم. الله وبركاته. يا حاج شوقي. يا عامل يا سعيد. ايه ما كنت مسافر يا؟ لا ابدا، انا لسه جاي من السوق دلوقتي. يوه انت كده حظي حلو. انا وقعت من السما وانت سلقتني. الله يخليك يا حبيبي. انا لسه كنت رايح السوق. عامل لي مشكله يا رب السما ضرك في البيت. ليه بس الموضوع مش مستاهل مشاكل يا اخواننا. يا راجل اديها الفلوس يوم 5 في الشهر ما لاقيش معي ولا جنيه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا مش عايزك انا برضو تتعصب كل حاجة. لا هي مصرفة جامد. كيلو الطماطم بكام النهارده؟ كيلو الطماطم تصدق ما خدتش بالي يا سعيد. والبطاطس؟ برضو ما خدتش بالي. طب بتعرف تنقي انت؟ انا بنقي. ايوه كويس تمام الحمد لله. بس ترجع معي تنقي لي؟ لا ما اقدرش لان عشان ما اتاخرش. بقول لك العيال جايين من المدرسه فالحق نعمل لهم لقمه مع بعض. ثم انا عايز اقول لك على حاجه يا سعيد. انا مصروف البيت بديه للمرأة. هي بتخلص شغلها وبتخلص حاجتها. ليه شغلهم وهم عارفينه يا عمي. انت هتتدخل في الشغل ده هتبوظ الدنيا. لا انا ما يسمحليش كرامتي تسمح لي بكده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا رب. ما احنا برضه اللي جبنا ورق المخ العصبي بتاعنا. طب انت تعرف الشويه دول جيبهم بكام؟ بكام دول؟ ب 850 جنيه. 850. 850؟ شويه خضار على شويه فاكهه. لا انا اديها المصاريف وتصرف فيها براحتها. طب ما كان من الاول ليه بتتشاكل معاها انت؟ معلش انا قلت يعني يمكن هي بتزود حاجه ولا تجيب حاجه بتتبذر في الحاجات. يا عم سعيد المشكله دي مش بتاعتك انت بس، دي بتاعت كل بيت مصري يا ولد عمي. لو انت جبت المرأة وقعدت معاها لو ماخذة وفهمتوا دماغ بعض وفهمتوا طباع بعض وفهمت انت دخلك ايه لو ماخذة وحدودك ايه، هي هتمشي نفسها على قد حدودك. انما انت بدايه بتقول لها بتصرف. طب انت شفتها بتصرفها في ايه؟ ما شفتش يا ابوي. طيب بس انا لازم اتعلم الايام دي انقي الخضار واجيب الخضار لوحدي. انا خلاص مخي قفل. هي مش هتطلع تاني. انا كنت زيك كده في اول جوازي على كده وشغال لو ماخذ عايز اشد السرعه واشد الحبل واضيق على قد ما اقدر. بس لو ماخذ ربنا خلق لنا احنا لينا وظيفه وهم ليهم وظيفه يا اخي. سبحانك يا رب. يا عم نتعلم. اتعلم انقي الخضار. لا روح نقي. ما انت تساعدني في المشوار ده. اساعدك فيها. بتطلع معاي بطلعه ولا 2 كده تنقي الحاجات. انقي الحاجات؟ انت راجل اكبر مني وبرضه خبره. ابعد يا سعيد خلينا نلحق العيال. معلش يا اخي معلش. اصلا ضلك لو رجعت قلت للمرة خذ الفلوس ومشي البيت حسسها ان انا اتكسرت قدامك. انت معك كام بجيبك؟ 500 جنيه. طب ادوبك تجيب شويه طماطم على شويه خيار على كيف. ما لحقش اجيب بها فاكهه على كيف؟ فاكهه؟ تعال يا سعيد خلينا نشوف معي كام وادي لك يا ولد عمي. تديني تاني على الفلوس اللي معي؟ يعني انت فاكر؟ لا وانا من ضلك حستلف. ما قلت لك سيب لها الفلوس هي بتدبر امورها. يا ابوي انا بقول لك مخي قفل هي مش هتطلع. اطلع خلينا نشوف لك شويه قرن شطه حشو. يلا يا ابوي انا بس عايز اجيب لي كام كيلو فاكهه وشويه طماطم وشويه خضار. طيب يلا يا سيدي. هتعرف تنقي؟ ايوه هنقي. نقي الحاجه كويس عشان ما تقولش اصلا لو رحت هناك وقالت لي البياع ضحك عليك هتسجن فيها. يا عم يلا بينا. يلا ان شاء الله.